طبعا زي ما شايفين معانا الممبار بتاعنا جميل جدا جدا جدا. طبعا من عند الجزار، لسه جايباه من الجزار. شايفين اللي طالع يا جدعان؟ شايفين اهو. طبعا اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا ستات البيت طبعا الحاجه مش هتجيبيها منضفه، هتنضفيها إيه بعصايه زي كده. بصوا بصوا بصوا، عصايه زي كده. وهتبدا دي الحاجه دي هتبقى بيضه وجميله جدا جدا. ونغسل كده وندعك ونشوف بقى الستات الشاطره ايه هتنضف ازاي الحاجه دي. عشان بقى انت عزقنا على العيد وحلويات العيد. قناه نوعاتي مع طيوري هنحشي مع بعض وهنربي وهعمل. بصوا يلا بقى مكون بقى هقول لكم عليه دلوقتي. ونبدا طبعا مع قناه نوعاتي مع طيوري مع رودي. بصوا هنبدا ايه؟ شايفين؟ هننضف كده مع بعض مكون كده بسيط، وندخل كده في الفيديو ونشوف هنقدم ايه النهارده، وهنحشي مع بعض كل حاجه مع بعض باذنك يا رب. يلا بقى ونرجع تاني ان شاء الله. يا صباح الفل، يا صباح الرزق، صباح الخير عليكم. ازيكم يا احلى متابعين عندي في القناه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله دايما تكونوا بخير واحسن حال. اخبطي بقى اللايك من غير تردد ولا اي حاجه. النهارده هنعمل الممبار بتاعنا، بس ده ممبار عجالة يا جماعه. وهقول لكم الفرق في الفيديو ده ان شاء الله، الفرق بين الممبار الضاني والممبار العجاني. العجالي طبعا بيكون كبير، الضاني بيكون صغير جدا، اللي هو زي السجق والكلام ده ممكن يتحشي. طيب هتحشي ايه ده يا رودي؟ هبدأ معاكم برضو. انا هحشي باذن الله كل حاجه مع بعض، شبت بقى ورز بقى وفريك ولحمه. المهم انا هوريكم دلوقتي الحشو ده وكده. طبعا دلوقتي العزومات وموسم بقى البتاع ده، وموسم المنبرات والكبد، فدي غاليه جدا وبالحجز. تمام. يلا بقى قبل ما نرغي كتير كده والفيديو ده كله رغي يعني، اعملي لي بقى اللايك وشيري لي وكده، واعملي لي لايك وكومنت حلو كده. المهم بقى عايزه اقول لكم على حاجه في الاول. نبدا نقلب الممبار بيتقلب الاول. تمام. هي شويه بس حاجات خطوات بسيطه جدا. انت لو طبعا كلنا هنعرف نعمل كده، بس ايه بقى البنات اللي لسه متجوزه اللي بتدخل المطبخ بتدخل بقى تعمل سيرش شويه على الحاجه دي وتدور على الحاجه دي. تمام. في الاول بصوا لما قلبناه، بصوا حاجه صعبه جدا. اهو اللهم صل على سيدنا محمد. اهو بصوا شكله ازاي، من بره ابيض ومن جوه اسود ازاي. طبعا الممبار ده بالحجز. هقول لكم على الكيلو عامل كام. الكيلو ب30 جنيه، والكيلو النص كيلو ب30. والكيلو ب60. تمام. الكبده عامله 140 برضو زيها زي اللحمه. بالنسبة للرجلين والحاجات دي ولحمة الراس عاملة 60 جنيه كيلو، و30 جنيه برضو البتاع ده. طب زي ما احنا شايفين دلوقتي طبعا ده موسم المنابير اللي زي الحشو، بيبقى اسهل من الحاجات دي، اسهل من المحشي والكرنب والحاجات اللي زي كده. اهو اللهم صل على سيدنا محمد. اللي بيحب الممبار كده يجي عندي، هنوريكم طريقة التنظيف بتاعه ازاي. خطوات سهلة وجميلة جدا ان شاء الله. الاول بقى اقلبي زي ما انا بقلب كده، ابدأي قطعي بقى بالايد عادي. خلي بالك، خلي دايما احساسك كله في الصران اللي معاك كده، اسمه مصران عندنا، يعني الخيط ده او حاجة زي كده. بصوا عايزاكي بقى لما تيجي يتقلب تجيبي عصاية وما تدخلوش في البوز، لا جنبها، وتبدأي تسحبي وتعملي كده. اهو هيتقلب. بصوا اللهم صل على سيدنا محمد، بيطلع حاجات فظيعة جدا جدا جدا. وده اللي انا بقول للستات بقى تخلي بالها والنبي. وان شاء الله باذن الله الحاجه هتبقى جميله ونظيفه وبخلي بقى ودقيق. وهنتبل البتاع ده، يتبل بفلفل اسود وكمون وكزبره، ويتحط في الفريزر، تاخد على قد الطلب معاكي. اهو ده انا جايبه معايا نص كيلو حلو جدا ب30 جنيه، مش مشكله. معاه بقى شويه محشي، على شويه بتنجان، على شويه كوسه. يعني ان شاء الله باذن الله هنعمل محشيات مع بعض، وهنعمل فيديو باذن الله مره مره فيديو ومره بتاع كله مع بعض يعني ان شاء الله. طبعا خلاص دلوقتي احنا قلبناه وخلصناه. هنجيب سلكه بقى، عندك سلك مواعين بس بدون بريل ولا اي حاجه، مفيش بريل ولا رابس ولا اي حاجه. تعملي كده، شايفين؟ اللهم بارك. احنا عايزينه بس يبقى نظيف وجميل جدا، ولما يجي يتحشي ما يبقاش فيه ريحه الزفاره او ريحه اي حاجه.
شايفين؟ هوريكم دلوقتي اللي بتألفها دي بتعمل ايه، بتطلع ايه. الست السعودية طبعا الجميلة جدا بتعرف توفر وقتها وتوفر مجهودها. وبلاش بقى نجيب جاهز، الجاهز ده يا جماعة وحش عشان تكوني عارفة. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الموضوع والله النص كيلو مش هياخد معاكي 10 دقايق عشان ما اكذبش عليكم. اهو. كل سنة وانتم طيبين، يا رب كده الايام كلها تزيد علينا بالخير والبركة واليمن والحب والسعادة، اللهم امين. اذا عجبك طبعا الفيديو بتاع الممبار ده وطريقه عمل الممبار وطريقه تنظيفه، يعني دلوقتي انا نزلت طريقه تنظيفه ان شاء الله باذن الله هوريكم طريقه عمل الممبار، حاجه كده فوق الوصف والله العظيم. تابع معايا بقى بالتكات بتاعتي والحركات والطريقه بتاعتي وانت هتشوفي الفرق بعدين ان شاء الله. اهو. هنتبل وبعدين نبدا نقطع فيه قطع صغيره على حسب ما نحشي واعرف ان انا عايزه بيبقى الحجم قد ايه عشان تكوني عارفه، ما تقطعيش دلوقتي. حلو الكلام. شايفين الزغب اللي هو طالع اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين وكل الامه الاسلاميه كلها يا رب دايما بخير وفرحه واحسن حال. بالسلكه بقى ابدا ان انا ادعك عشان لما يجي اشطفه كده. بصوا الميه بتاعته لوز اللوز، الميه بتاعته تشرب يا جدعان، شهيده مره واثنين وثلاثه وعشرة. بص خلصنا خلاص، هنبدا زي ما اتجلب وجلبناه احنا وبنغسل من جوه يتجلب تاني زي ما يعني احنا نرجعه زي ما كان من الاول عشان نتاكد احنا غسلناه من ناحيتين. اللهم بارك. بصوا نقلب تاني. شايفين؟ اللهم بارك. اللهم صل على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه والامه الاسلاميه بخير واحسن حال. وعايزه اقول لكم حاجه يا واد منك ليلى اللي طبعا اللي متابع معايا، لما تيجي يا ستي او انت تيجي يا سيدي تجوز بنتك او ابنك لازم تخلي واحده فالحه طبعا زينا كده، او تعرف تعمل لك كل حاجه. طبعا من حظكم طبعا البتاع ده ما كان مرضيش ايه، يعني تعبت جدا وكان معايا تنظيف تاني فراخ عشان العيد طبعا. فمع الاسف يعني مجهده وتعبانه واعصابي حتى يعني بصوا بحاول مرة واثنين وثلاثة. دودو القمر اهو. انا جبت الحاجة يا اختي، ده بتقول انا اجيب حاجة كل حاجة جاهزة، الجاهز مفيش انضف من حاجة البيت. اللهم صل على سيدنا محمد.
زي ما شايفين معانا خلاص تبلناه وخلصنا. هنبدا نحطه في الكيس يتحط في الفريزر. تبداي بقى الفلفل، شويه فلفل وملح وكده، فل وتمام. وانتظروني في فيديو